طبعا سمعتوا عن الترند اللي ب750 جنيه اللي هي المكشوفة أو المكسوفة أيا كانت الاسم. فأنا قررت إن أنا أعملها في البيت، بس عايزة أقول لكم إن هي طلعت فعلا خرافة. معايا بقى نص لتر من اللبن، هحط معلقتين دقيق، معلقة كريم باستري، وبعد ما تغلي هحط مكعب كبير من شوكولاتة البيضة، ودي هتغنيني عن السكر. واحط بعد كده معلقة من الزبدة، وبعد كده الفانيليا في الآخر، واغطيها واسيبها على جنب. في بولة تانية هجيب بقى كوباية كبيرة من اللبن المثلج، وعليهم كريم شانتيه، هضربهم لغاية ما يبقى متماسك بالشكل ده. هجيب بقى نص كيلو كنافة متحمر، وطريقة التحمير هتلاقوها في فيديو قبل كده. هحط عليه شربات تقيل. هجيب بقى بولة نص دايرة واحط كوباية في النص، واحاول ان انا افرد الكنافة على الاطراف لغاية ما تبقى بالشكل ده. هجيب بقى القشطة الكدابة اللي انا عملتها، هحطها على كريم شانتيه، وهضربهم لغاية ما يبقوا مع بعض متجانسين، وهحط عليهم فراولة. كتروا من الفراولة، طعمها بيبقى تحفة. بعد كده هشيل كوباية واحط بقى الكريمة اللي انا عملتها مع الفراولة، وفي الاخر هحط عليها، اغطيها بالكنافة، سيبها في التلاجة واطلعها زي ما انتم شايفين، وبالهنا والشفا.